السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر أحمد السيد. النهاردة بإذن الله هنتكلم وهنشرح أول درس، وهو درس أدوات تحديد الموقع. وخليني قبل ما نتكلم في الدرس وقبل ما نتكلم في أي حاجة ونشرح أي حاجة، خلينا نقول إحنا ليه أصلا بناخد مادة الدراسات الاجتماعية. مادة الدراسات الاجتماعية يا سيدي هتعرف بعد كده إنها متقسمة لجزئين، جزء جغرافيا وجزء تاريخ. جزء الجغرافيا هستفاد منه يا مستر؟ قال لك يا حبيب قلب المستر، جزء الجغرافيا أنت هتستفاد منه في معرفة مواقع الأماكن. مصر موجودة هنا، أمريكا موجودة هنا، أستراليا موجودة هنا. ده أنت كمان هتعرف المناخ، الدنيا تبقى حر إمتى، الدنيا تبقى ساقعة إمتى، الصيف بيقعد قد إيه، الشتاء بتقعد قد إيه، وهكذا. هتعرف كمان التضاريس، الجبال دي موجودة هنا، جبال الألب موجودة هنا، جبال الحاجز الكبير موجودة هنا، وهكذا. والصحاري واكتر واكتر. طب التاريخ، قال لك التاريخ احنا هندرس فيه بقى الشخصيات المهمه اللي جت في مصر فعلا واثرت في البلد، الشخصيات والحكام اللي مسكوا مصر على مدار العصور، وكمان الحروب اللي قامت على ارض الوطن، وكمان الثورات اللي قامت على ارض الوطن، وازاي ان شعب مصر رفض اي نوع من انواع الاحتلال. كل ده تعرفه معانا في ماده الدراسات الاجتماعيه. خلينا بقى نرجع لموضوعنا تاني ونتكلم عن اول درس، وهو ادوات تحديد الموقع. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يا سيدي احنا هنشرح في الدرس ده الادوات اللي انت بتستخدمها عشان تعرف موقعك، انت واقف فين دلوقتي، او انت موجود فين دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. طب ادوات تحديد الموقع دول ايه يا مستر؟ قال لك في حاجتين، اول حاجه الخريطه، تاني حاجه الصوره. اول حاجه الخريطه، تاني حاجه الصوره. بالراحه. الخريطه هستفاد منها في ايه في تحديد الموقع؟ قال لك يا سيدي الخريطه، انا لو مثلا عايز اروح صيام مثلا، بقول لك وديني مدرستك. تمام. فانت هتقول لي والله العظيم يا مستر بص انا مش فاكر الشارع بالظبط، بس انت مثلا هتمشي طوالي في شمال في يمين هتلاقي مبنى مثلا لونه ازرق، هتخبط شمال في يمين هتلاقي المدرسه. ده احنا كله بنرسمه على الخريطه. طب الصوره، هتقول لي والله يا مستر بص هو دي صوره الشارع ودي صوره المدرسه، انت ممكن بالشبه كده تقدر توصل للمكان. طيب خلينا النهارده نتكلم عن اول حاجه في ادوات تحديد الموقع، وهي الخريطه. يعني ايه اصلا خريطه؟ قال لك يا حبيب قلبي الخريطه هي رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام رموز والوان ومقياس رسم محدد. ده تعريف الخريطه لازم نحفظه. طب تعالى بقى اما نفسره. هي رسم توضيحي لسطح الارض، يعني احنا بنرسم سطح الارض، المكان اللي احنا واقفين فيه، بنرسم الشارع الطوالي والكسره اليمين والكسره الشمال، بنرسمها كلها رسم توضيحي لسطح الارض. ممكن ارسم العالم كله، ما في خريطه اسمها خريطه العالم، هتلاقيها خريطه كبيره كده معمول عليها خريطه العالم كله. وجوجل ماب عندك على التليفون لو انت برضك عندك خبره هتلاقي برضك خريطه العالم موجوده عليه. ده سطح الارض او جزء منه. ممكن اقول لك بص دي خريطه مصر، دي خريطه محافظه الغربيه، ودي البلاد اللي موجوده فيها، باستخدام الرموز والالوان. طبعا يا باشا عشان انت تعرف تفرق ما بين المدرسه والمبنى ده والمبنى ده والمبنى ده، ما هو مش مبني على الخريطه، ما انا لازم اديك حاجه تميزه، فبدي لكل حاجه على الخريطه رمز. لو جبل هقول لك هتلاقي رمز مثلث على الخريطه اعرف ان ده جبل، لو مربع هقول لك ان ده رمز بيت على الخريطه اعرف ان ده بيت، وهكذا. استخدام الرموز والالوان، لو صحراء هتلاقيها صفراء، طيب لو صحراء هتلاقيها صفراء، طب لو بحر اكيد هتلاقيها ازرق، وهكذا. باستخدام مقياس رسم محدد هنعرف يعني ايه مقياس رسم، بس خلينا معانا واحده واحده الاول. طب حلو يا مستر، لحد كده احنا اتكلمنا عن الخريطه وقلنا هي ايه الخريطه وبنستفاد منها ايه، وانها رسم محدد لمكان او لسطح الارض بشكل كلي. طيب قال لك بقى يا سيدي بعد كده الخريطه دي يا سيدي ليها عناصر. يعني في عناصر، 5 عناصر المفروض يبقوا موجودين في الخريطه عشان اقول ان دي خريطه وان دي كده خريطه صحيحه. اول حاجه عنوان الخريطه. الخريطه اللي قدامك دي والخريطه اللي قدامك دي، انت تقدر تقول لي دي خريطه ايه ودي خريطه ايه؟ طبعا لا. ليه؟ لان انت فعلا ولا تعرف دي خريطه ايه ولا تعرف دي خريطه ايه، لانها اديتها لك كده خريطه مش مكتوب عليها اي حاجه. فلازم عنوان الخريطه. عنوان الخريطه ده اللي بيبقى مكتوب فيه بيانات الخريطه، دي يا مستر خريطه مصر، دي يا مستر خريطه العالم، وهكذا. ده اول حاجه في عناصر الخريطه. يبقى اول حاجه معانا في عناصر الخريطه هي ايه؟ هي عنوان الخريطه.
تاني حاجة اسمها وردة البوصلة. وردة ايه؟ وردة البوصلة. طيب وردة البوصلة دي بقى بعمل بيها ايه؟ قال لك يا سيدي وردة البوصلة دي بتعرف بيها الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. بمعنى قال لك الاتجاهات الأصلية اللي هي لو طالع فوق شمال، لو طالع فوق شمال، لو نزل تحت جنوب، لو رايح يمين شرق، لو رايح شمال غرب. دي الاتجاهات الأصلية. تاني، فوق شمال، تحت جنوب، يمين شرق، شمال غرب. تيجي مثلا تسألني تقول لي مثلا يا مستر أنا عايز أروح مدينة المحلة الكبرى وأنا في القاهرة، هقول لك اتجه إلى الشمال، اتجه إلى أعلى. فأنت وأنت ماشي على الخريطة تطلع فوق عشان توصل لمدينة المحلة الكبرى. تيجي تقول لي مثلا يا مستر عايز أروح الأقصر وأسوان، أقول لك اتجه إلى الجنوب، اتجه إلى أسفل. بس خلينا دلوقتي مركزين في الاتجاهات الأصلية اللي هي إيه؟ قال لك فوق شمال، تحت جنوب، يمين شرق، شمال غرب. طب الاتجاهات الفرعيه دي ايه بقى؟ بكل بساطه الشمال والشرق اللي بينهم ده، لو انا واقف في الحته اللي بينهم دي بالظبط، انا كده واقف فين؟ قال لك بتتنطق من اللي فوق للي تحت. انا كده واقف في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي، واقف ما بينهم هما الاثنين. طب الشمال والغرب لو انا واقف في النص بينهم، قال لك انا كده واقف في الشمال الغربي. طيب في الجنوب، الجنوب اهو، خلينا باصين لتحت، الجنوب والشرق، انا كده واقف بينهم هما الاثنين في الحته اللي في النص دي. انا كده واقف فين؟ قال لك ده في الجنوب الشرقي، وقدامها الجهه الثانيه الجنوب الغربي. يبقى تاني، بوصله او ورده البوصله بنعمل بيها ايه؟ قال لك بعرف بيها الاتجاهات الاصليه والاتجاهات الفرعيه. بس قال لك لا، دي كمان بتساعدني في تحديد موقع المكان على الخريطه. بتقول لي والله بص يا مستر، المحله، مدينه المحله بالنسبه للقاهره موجوده في الشمال فوق، تطلع فوق شمالا. انا كده مش عرفت موقع المكان، عرفت موقع المكان. يبقى من عناصر الخريطه اللي اتكلمنا فيهم دلوقتي، اول حاجه عنوان الخريطه، وقلنا دي اللي بيبقى مكتوب فيها بيانات الخريطه عشان تعرف انت باصص على خريطه ايه. تاني حاجه ورده البوصله عشان تعرف موقع المكان. تالت حاجه هنتكلم فيها وهي مقياس الرسم. ركز معايا جدا في حته مقياس الرسم دي. بيجي لك على الخريطه زي ما ظهر قدامك دلوقتي، يقول لك ان الواحد سنتي على الخريطه بيساوي 100 كيلو على ارض الواقع. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يا سيدي يعني انا مثلا لو عايز ارسم على الخريطه المسافه بين القاهره واسوان، انا عشان ارسمها بنفس المسافه على ارض الواقع انا هحتاج ورق من القاهره لاسوان عشان اعرف اجيب لك المساحه دي كلها او اعرف اغطي لك المساحه دي كلها. طب بعمل ايه؟ قال لك بعمل رسمه مصغره وبمقياس الرسم بتاعي بقول لك ان الواحد سنتي بينهم هما الاثنين بيساوي 100 كيلو متر مربع. يعني ايه برضه؟ خلينا مع بعض واحده واحده. يعني انت لو جبت مسطرتك الجميله وحطيت الصفر عند كلمه القاهره وهتشوف كلمه اسوان جايه مثلا عند رقم 4 سنتي، يعني المسافه على ارض الواقع 400 كيلو فرق بين القاهره واسوان. فهمت؟ طب مقياس الخريطه بيعمل ايه؟ قال لك بيقيس المسافه على الخريطة، هو الفرق بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الواقع. تعريف مقياس الرسم احفظه كويس، هو الفرق بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في أرض الواقع. قال لك 4 حاجة اسمها مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة ده اللي هو إيه؟ هتلاقي رسمة في الجنب كده، في جنب الخريطة فوق، قال هيقول لك والله بص، أنت البحر هتلاقيه باللون الأزرق، الصحراء هتلاقيها باللون الأصفر، الجبل هتلاقيه معمول على شكل مثلث، المباني هتلاقيها على شكل مربعات. ده مفتاح الخريطة، بيعرفك أنت شايف إيه بعينك، أو اللي أنا مش هقول لك عليه ده إيه. تمام. 5 بقى واخر حاجه اسمها خطوط الطول ودوائر العرض، مش هنروح لها دلوقتي. خلينا الاول نشرح اول 3 حاجات اللي احنا لسه متكلمين عنهم دلوقتي. قلنا عنوان الخريطه، ده اللي بيبقى مكتوب فيه بيانات الخريطه عشان تعرف انت ماسك خريطه ايه بالظبط. تاني حاجه قلنا ورده البوصله، وشرحنا يعني ايه اتجاهات اصليه ويعني ايه اتجاهات فرعيه، وفايده ورده البوصله ايه في انها تحدد لك موقع المكان على الخريطه بالظبط. وتالت حاجه اتكلمنا عنها وهي مقياس الرسم، وده الفرق بين المسافه على الخريطه وما يقابلها في ارض الواقع. وقلنا يعني ايه خريطه يا مستر؟ قال لك هي رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام الرموز والالوان ومقياس رسم محدد. دي اول حاجه هنتكلم عنها في حصه النهارده في درس ادوات تحديد الموقع. باذن الله هنكمل بقيه عناصر الخريطه
في الحصة الجاية، وهنتكلم عن الصورة ونقفل الدرس. أتمنى يكون الشرح وصل لك بشكل كويس جدا، ولو في أي مشكلة أو أي حاجة مش فاهمها أو أي حاجة واقفة معاك تقدر تكتب لي تحت في الكومنت أو تتواصل في الرقم اللي أنا سايبه لك تحت في البايو. كان معكم مستر أحمد السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.